يحلو لهم اختصارها في كلمة البوطة. لسنا بصدد مشاهدينا تعداد التسميات المختلفة حول هذه الأنبوبة، لكن قصتنا هي عن أسعار اسطوانات الغاز في المغرب الذي يشهد جدلا واسعا حول ارتفاع سعر أنبوبة الغاز البوتان أي غاز الطهي. هذا القرار يعود إلى أكتوبر الماضي، لكنه سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة. ينص على أن تبدأ الحكومة في رفع الدعم عن غاز البوتان بنحو 10 دراهم تدريجيا كل سنة على مدى 3 سنوات، ليصل السعر إلى 70 درهما في سنة 2026. وهذه الزيادة وصفت بغير المسبوقة، تعد الأولى منذ 30 عاما. سيترتب على ذلك القرار زيادة أولية قدرها 10 دراهم أي ما يعادل $1 الواحد لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات، لتصبح بذلك 50 درهما أي بزيادة 25% على السعر الاعتيادي، في حين سيتم رفع السعر بمقدار $2.50 أي حوالي $0.25 لقنينة غاز من حجم 3 كيلوغرامات. بزاف علينا المواطن تلف. تندرج مشاهدينا الزيادة في أسعار الغاز في إطار خطة يصفها رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش بالإصلاحية. تقوم الخطة على إلغاء دعم بعض المواد الأساسية مقابل زيادة الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة. هذا ما يؤكده أيضا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بمجلس النواب، الذي سارع لتقديم مسوغات الحكومة مباشرة بعد إعلان رفع الأسعار. ما يخص غاز البوتان اللي كيف قلنا دائما ولا بدنا نذكر بأرقام مهمة. الدولة من 2015 ل 2023 خصت 111 مليار نتاع الدرهم لدعم غاز البوتان. لم يستفيد 20% من الفقراء إلا ب2.5 مليار سنويا، إلا ب14% من هذه الحصة، في حين استفاد 20% اللي عندهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم. السؤال: هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو لا نوفروا هذه الهوامش ونعطوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟ قرار الزيادة قوبل بتنديد ودعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية من قبل الاتحاد المغربي للشغل في المغرب. وأضاف في بيان: طلبت الكتابة الوطنية للاتحاد الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية عبر اتخاذها الإجراءات عاجلة تستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
أما على مواقع التواصل فيستمر الجدل بين منتقد يشكو ضيق الحال ويخشى من تبعات القرار، ومبرر يرى أن القرار رغم قساوته ضروري لترشيد الاستهلاك وتحويل الدعم إلى الأسر محدودة الدخل. هنا مهدي بلدي، مهدي البلدي، وش المواطن البسيط الدخل في استطاعته هذه الزيادات؟ وشكون المسؤول؟ واش رئيس الحكومة ولا وزير المالية والاقتصاد؟ خليفة عبد الرحيم يقول خليفة: زيادة البوطة غادي تزاد معها زيادات أخرى كالخبز مثلا، والمهم مبروك علينا تنظيم المونديال وموازين. موازين طبعا هو مهرجان كبير يجري في المغرب. أما هنا منير الحلواني يقول، منير في هذه التدوينة وينير في هذه التغريدة: نحن في المملكة المغربية لا زلنا نعيش بخير رغم كل الصعوبات، غير الناس شوية باغية كل شيء سهل، الدنيا والحياة ما بقتش كيف الأول، ولو كنت تسافر خارج المغرب لشكرت الله على نعمة